السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بانكيك مالح بالسلمون المدخن مع الكريمه ديالو حتى هي غنديرو فيها السلمون. خليكم معايا تعرفوا طريقه التحضير والمقادير اللي غنحتاجو. ونبداو على بركه الله. هنا في واحد الاناء اللي يكون شويه واسع غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه ديال السكر، وغادي نضيف ليه واحد الكوب ديال الحليب اللي تيكون دافي غير شي شويه، وغادي نضيف ليه بيضه كامله، وغادي نخلط شويه حتى تذوب ليا ديك الخميره اللي عندي، وغادي ندوز باش نبدا نضيف. هنا بالنسبه للدقيق غادي نحتاج حتى هو كوب، ولكن غادي نضيفو على جوج دفعات، وغادي نضيف معاه معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. هنا ما نضيفوش دقيق في دقه واحده باش ما يجيناش الخليط ديالنا فيه حبيبات، وكنبقاو نخلطو مزيان مزيان حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون منسجم، وغادي يكون تقريبا فحال ديال تقل شويه من الخليط ديال البغرير. صافي الا لاحظتوا باللي الخليط ديالكم فيه حبيبات صفيوه، ما كاين حتى شي مشكل. وهنا اخر حاجه غادي نضيف معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطها حتى هي مزيان مزيان، وغادي ندوز نغطي داك الخليط ديالي ونخليه تقريبا واحد من 10 دقائق حتى ربع ساعه فقط لا اكثر، باش يخمر ليا واحد شويه هكا ويجينا البانكيك ديالنا خفيف وزوين. وفي هذه المرحله هذه اللي غيكون الخليط ديالنا تيخمر غادي ندوز باش نضيف الكريمه اللي غادي نحتاج باش ندير في هذا البانكيك ديالي. هنا غادي نحتاج واحد المعلقه ونص ديال المايونيز، غادي نضيف لها نص معلقه ديال لا موطارد، وغادي نضيف ليها جوج معالق كبار ديال الكريمه طريه، قشده طريه عفوا، وغادي ندوز باش نضيف لها واحد القطع هكذا ديال السلمون باش يجيني الكريمه ديالي فيها داك المذاق ديال السلمون المدخن يكون مركز. وبطبيعه الحال هنا تقدروا تعوضوا السلمون باي حاجه بغيتوها واحده اخرى، يعني هكذا لا بغيتو الطون ولا اي حاجه واحده اخرى تقدروا تعوضوها به، ما كاين حتى شي مشكل. صافي وكنطحنوه هكا مع بعضياتهم، كنخليه حتى هو على جنب حتى كيطيب ليا البانكيك ديالي. هنا كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو. في هذه الاثناء هذه راه درت المقله كتسخن وصافي، وغادي ندوز باش نبدا نطيب البانكيك. غادي نديرهم هنايا متوسطين، وقبل ما ديرهم يطيبوا دهنوا شويه ديك المقيله ديالكم هكذا بواحد المسيحه خفيفه ديال الزيت. صافي وكنطيبوهم من الجوانب بجوج حتى كيطيبوا كيتحمروا كياخذوا ليا داك اللون الذهبي وزوين، وكنكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا كامل. صافي من بعد ما كنكون كملت الكميه ديالي كلها اللي عندي غادي ندوز نخليها حتى كيبرد، وغادي ندير له الكريمه من الفوق واحد جوج معالق هكذاك على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه ديال كل واحد، وكنضيف له شرائح ديال السلمون من الفوق وكيجيو بنان البنات. ان شاء الله تجربوهم، ان شاء الله يعجبوكم، وبصحه والراحه.